ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده جايب لكم طريقه بسيطه جدا جدا وخفيفه تطير بيها اي رقم بدون فينش وبدون عكس. يعني مش مطلوب منك 15 او 20 نسخه عشان تعكس بيهم على الرقم وتطيره، ولا مطلوب منك رقم قديم من 1990 عشان تطير بيه الرقم برضه ويبقى فينش والكلام ده. هي الطريقه مش محتاجه فينش ولا عكس اصلا. تمام، واحنا متفقين ان كل فيديو بعلمك فيه تطير ارقام، تركز من اول ثانيه في الفيديو لاخر ثانيه في الفيديو عشان تخرج من الفيديو وانت مستفاد بشكل كبير. وانصحك بلاش تأذي حد بالموضوع ده. يعني انت لو هتاخد تطير رقم بالطريقه اللي انا اقولك عليها، استخدمها في الخير. تمام، بلاش بقى ان انت كل شويه لما حد يشتمك او حد يعمل لك اي حاجه فتقوم انت على طول رايح مطيره. ويلا بينا عشان ما نطولش في المقدمه اكتر من كده، قبل ما نبدا الشرح صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وحط لايك جميل على الفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. جاهزين يا عتاولة؟ يلا نبدأ الجولة. أول حاجة هتحتاج رقمين اتنين، أي رقمين اتنين، رقمين أساسي أو رقمين فيك أو رقم أساسي ورقم فيك براحتك عادي، المهم يكونوا رقمين اتنين. تمام، بعد كده هتشغل رقم منهم على نسخة عكس. تمام، هنفتح النسخة دلوقتي اللي هي قدامك في الفيديو، ولو النسخة ديت مش عندك أو أنت عايزها أنا هسيبها لك عندي ملف جاهز في قناة التليجرام. تمام، والقناة بتاعة التليجرام هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الوصف. بعد ما تشغل رقم من الرقمين على نسخة عكس هتروح تفتح النسخة اللي هي قدامك دلوقتي، تستنى النسخة تفتح، وبعدين هتدوس على التلات نقط اللي فوق على الشمال، وبعدين دوس على إضافات أبو حذيفة، وبعدين تفتح الحماية والخصوصية. هتلاقي في زرار اسمه دردشة وهمية أو عكس الرسايل. تمام، طبعا كلنا عارفين إن الزرار ده بيعكس الرسايل، فأنت هتفعله وترجع تاني، وبعدين هتيجي هنا تدوس على التلات نقط مرة تانية، وتدوس على كلمة رسالة رقم غير محفوظ. تمام، وبعدين هتيجي هنا وتحط الرقم اللي انت عايز تطيره. تمام، هنفترض مثلا ان هو ده الرقم اللي احنا عايزين نطيره، لان انا مش هظهر ارقام في الفيديو ولا هطير ارقام في الفيديو عشان الفيديو نفسه ما يطيرش مننا. تمام، بعدين هتدوس على الدردشة. كده انت فتحت شات الضحية اللي انت عايز تطيره دلوقتي. تمام، هتيجي هنا بقى بعد ما تفتح الشات وترمي عليه البند اللي انا سيبهولك عندي في قناة التليجرام، وطبعا البند برضو مش هينفع اظهره لان الفيديو ممكن يطير. تمام، فدلوقتي هنفترض زي كل مرة ان البند اسمه كيمو اليوتيوبر، هنفترض ان هو ده. تمام، هو طبعا هيكون بند فينش. تمام، فاي بند فينش بيكون في الاخر هتحط الرقم اللي انت عايز تطيره فيه. تمام، فانت هتيجي تكتب الرقم اللي انت عايز تطيره في اخر البند جنب اللينك. تمام، بالشكل ده بدون اي فواصل وبعلامة الزائد. بعد كده تعمل ارسال، وزي ما انت شايف دلوقتي الرسالة اتعكست والشات كله اتعكس. يعني دلوقتي ظاهر ان الضحية هو اللي بعت لك البند اللي هو ملغم. تمام، هل كده خلاص بقى ابلغ عليه وهيطير على طول؟ لا برضه، كل اللي عليك بعد ما تفعل زرار العكس وترمي البند في شات الضحية هتستنى نص ساعة، ولو زودت عن نص ساعة يبقى افضل. تمام، المهم بعد ما تستنى نص ساعة هتسجل خروج من الرقم اللي انت فاتحه على نسخة العكس دلوقتي. تمام، او تنقل الرقم على اي نسخة تانية. بعد ما تنقل الرقم على اي نسخة تانية، طبعا انا كنت قايل لك محتاجين رقمين اتنين في الشرح، هتجيب الرقم التاني وتشغله على نفس النسخة اللي انت فاتحها دلوقتي بعد ما تسجل خروج من الرقم الاولاني. تمام، فبعد ما تشغل الرقم التاني على نفس النسخة هتفتحها، هتلاقي نفس الشاتات موجودة ونفس الرسائل وكل حاجة. تمام، هتيجي بقى تفتح الشات اللي انت كنت رامي عليه. تمام، هتلاقي نفس الرسائل برضو موجودة وكل حاجة موجودة، مفيش أي تغير. تمام، بعد كده هتحدد الرسالة اللي احنا رميناها من الأول وتدوس على الثلاث نقط وبعدين على كلمة إبلاغ. تمام، وبعد كده تبلغ عليه. بس انت مش هتعمل ابلاغ واحد، انت هتعمل من 10 ل20 ابلاغ عشان تضمن ان الرقم يطير. تمام، واللي مركزش في الكلام اللي انا قلته حالا هقوله المرة تانية عشان يبقى انتوا مركزين برضو. تمام، هقولها كمان مرة عشان الناس اللي ما كانتش مركزة. كل اللي عليك بعد ما تفتح النسخة بالرقم الأولاني وتفعل زرار العكس وترمي البند في شات الضحية، هتستنى نص ساعة أو أكتر بعد ما ترمي البند، وبعدين تسجل خروج من الرقم اللي انت فاتحه على نسخة العكس، أو تنقل الرقم اللي انت فاتحه حاليا على أي نسخة تانية. بعد كده تجيب الرقم التاني وتفعله على نفس النسخة، وأول ما تفتحه على طول هتدخل على الشات اللي رميت فيه البند بتاع الفينش وتبدأ تبلغ من 10 ل20 إبلاغ. وعشان تضمن بنسبة 100% إن هو يطير هتدخل من جوه وتبلغ من تحت هنا. تمام، تفضل تبلغ برضو من 10 ل20 إبلاغ، وآخر إبلاغ هتحط صح مكان المربع ده وتعمل إبلاغ بحظر. تمام، فأنت كده عملت له إبلاغ بحظر، وتروح تشوف الرقم هتلاقيه طار بكل سهولة ومن غير فينش ولا عكس. يعني ما تفكرش اللي احنا كنا بنعمله ده عكس، لا خالص، العكس بيبقى حاجة تانية خالص، ان انت مثلا تجيب 10 او 15 او 20 نسخة وتعكس بهم على رقم ببند معين يكون متلغم كويس اوي عشان تطير الرقم. لكن اللي احنا عملناه ده مش عكس خالص، احنا بس كنا بنعكس ببند فينش وعملنا 20 ابلاغ مش اكتر. انت فاهم؟ فدلوقتي هو ده كل الشرح.
وان شاء الله لو انت كنت مركز من اول ثانيه في الفيديو لاخر ثانيه هتخرج من الفيديو ده وانت مستفاد بنسبه 100%. ويا رب الطريقه ديت ما توقفش لانها من افضل الطرق اللي انا نفسي بطير بيها. وبس كده يا اخواتي، شوفوا عايزين إيه الفيديو الجاي واكتبوا تحت في الكومنتات، واشوفوا الشكر على خير الفيديو الجاي. سلام.